السلام عليكم طلاب الصف الثاني الثانوي، اهلا بكم يا ابطال. هنشرح النهارده الجزء الثاني من الدرس الرابع، اساليب واداره موارد المياه. كل التعليقات مستار الدرس الرابع، مستار مش عارف احل، مستار الدرس ده عامل لي عقده، مستار نهر النيل، حوض نهر النيل، منابع نهر النيل. ايه يا عم، هو في حاجه صعبه وانا موجود؟ عيب عليك والله. ان شاء الله صديقي هحول لك الدرس من اصعب درس لاسهل درس عندك. ايه اسهل درس؟ هتشوف وتحكم بنفسك. كل مطلوب منك يابا 3 حاجات. اول حاجه تجيب ورقه وقلم وتسجل ورايا وتكتب ورايا كل المعلومات والافكار اللي هقولها. باذن الله الافكار اللي هقولها الامتحان مش هيخرج منها باذن الله صديقي. طيب تاني حاجه مطلوب منك كوبايه شاي كوبايه قهوه وتتفرج عليا وانت رايق كده، ده اللي انا عايزه منك بس. طيب تالت حاجه بقى عايزك يابا وانت بتتفرج عليا تكون اكنك في السنتر قدامي. يعني ايه؟ يعني يابا ما تنامش مني، اسالك تجاوب، تقول معايا تقول ورايا، فاهم؟ صح معايا كده. يلا يلا نجيب الدرس في شوال. وبالمره يا صديقي انا عامل مسابقه هوزع عليها جوائز. ايه هي؟ وانت بتتفرج عليا بتكتب في الكشكول المعلومات اللي انا بقولها. فاحسن صوره هتجيلي وانت كاتب المعلومات، بس بشرط لازم تكون الصوره دي انا ظاهر في الفيديو. ازاي؟ يعني انت بتصور من تليفون تاني، تليفون او تابلت او لابتوب، فاتح فيه الفيديو بتاعي اللي هو ده، تمام؟ وقدامك الكشكول اللي انت كاتب فيه المعلومات. فاختار احسن 5 صور يجولي وادي لهم جوائز. فلو عايز تشارك ابعت لنا الصوره على الرقم اللي هيظهر على الشاشه، بس بشرط بشرط اللي هلاقيه موقف الفيديو وهو بيغفلني هزعله. يعني لو طلع شكل وحش في الفيديو هتبص يعني مش هقبل الصوره، تمام؟ حتى لو حلوه مش هقبلها، فلازما يكون شكل حلو تمام. تاني حاجه تكون خطك حلو كده او تنظيم حلو. مش لازم خط حلو، انا عارف انتوا خطكم زباله زي يعني، تمام؟ المهم يعني تنظيم يكون حلو، اكون باين في الصوره وهكذا يعني، وباذن الله هتكسب. المهم نكمل الدرس. الدرس بتاعنا بيتكلم معايا عن حوض نهر النيل. نهر النيل قال لك نهر النيل اطول نهر موجود في العالم كله. في العالم كله ركز معايا بقى. عندك يابا حاجه اسمها دوائر عرض، تمام؟ وعندك حاجه اسمها خطوط طول. صلى على النبي. نهر النيل ده اطول نهر في العالم كله، يبقى كده هيمر بدوائر عرض كتير ولا بخطوط طول كتير؟ اكيد يا مستر عشان طويل فهيمر بدوائر عرض. يعني مثلا هيمر بدي وهيمر بدي وهيمر بدي وهيمر بدي، لكن هو لو قصير هيمر بدوائر عرض قليله. يعني يا صديقي عشان نهر النيل طويل جدا فبيمر بدوائر عرض كتير. طيب مستر كام دايره عرض؟ قال لك بيمر ب35 دائرة عرض يا معلم. كام؟ 35 دايرة عرض. ركز بقى معايا. أنا عندي دوائر العرض دي بتتحكم في حاجة اسمها المناخ. المناخ إزاي يا مستر؟ بص يابا، أنت عندك حاجة اسمها دائرة تمام، دائرة الاستواء دي مالها؟ قال لك دي أكبر منطقة في العالم فيها درجة حرارة، يعني هناك درجة حرارة مرتفعة جدا. وقال لك كل ما بتبعد عن المنطقة دي كل ما بتقل درجة حرارة، سواء في الشمال أو في الجنوب. المهم يعني إن أنت عندك في حاجة اسمها أقاليم مناخية. أقاليم مناخية ده عبارة عن إيه؟ قال لك يابا كل منطقة، تمام، كل منطقة تتشابه في الحرارة والأمطار دي بسميها أقليم مناخي. إقليم إيه؟ إقليم مناخي. طيب أنا عندي نهر النيل بيمر ب35 دايرة عرض، يبقى إذا هيكون متشابه في المناخ ولا هيكون متنوع؟ لا هيكون متنوع. اشمعنى؟ لأنه بيمر بدوائر عرض كتير جدا، وطالما بيمر بدوائر عرض كتير يبقى إذا بيختلف في المناخ. فقال لك بقى إن نهر النيل بيمر ب5 أقاليم مناخية. بكام؟ ب5 أقاليم مناخية. مستار فكرني كده، يعني إيه إقليم مناخي؟ يعني منطقة بتتشابه في درجة الحرارة والأمطار. صلى على النبي بقى. فين يا مستر ال5 الاقاليم دول؟ قال لك بص، قال لك شايف الجزء ده كده، تمام، اللي هو حرف فيكتوريا والبحيرات دي كلها، ده بسميه يا صديقي اقليم استوائي. اقليم ايه؟ اقليم استوائي. المنطقه دي اللي هي الحته دي كده بسميها اقليم استوائي. طب مستر المنطقه دي اللي هي بحر العرب وبحر الغزال وبحر الجبل، قال لك المنطقه دي اهي بقول عليها اسم ايه؟ قال لك المنطقه دي بسميها اعالي النيل. اعالي ايه؟ اعالي النيل. طب مستر دي مناخ استوائي؟ قال لك لا، دي مناخ شبه، تمام، استوائي. مناخ ايه؟ مناخ شبه استوائي. يبقى انت عندك المنابع الموسميه دي بسميها مناخ استوائي، قصدي المنابع الدائمه دي اسمها مناخ ايه؟ مناخ استوائي. والمنطقه دي اللي اسمها اعالي النيل مناخ شبه استوائي. طب مستر ال3 اديال دول بتوع ايه؟ قال لك المنطقه دي اسمها هضبه الحبشه، نهر عطبره والنيل الازرق والسوباط. ال3 دول بسميها اقليم
سيمي. اقليم ايه؟ اقليم موسمي مستار. ايه الفرق بين ده وده وده؟ هقول لك دلوقتي. طيب صلي على النبي. انا كده خدت دول سميته ايه؟ استوائي، واخدت ده سميته شبه استوائي، واخدت ده سميته موسمي. طيب مستار الجزء ده قال لك من اول هنا كده لحد هنا كده بالظبط ده بسميه اقليم مناخ صحراوي. صحراوي. يعني ايه مستار؟ يعني كله صحراء؟ لا هقول لك دلوقتي. طب مستار في حته هنا كده قال لك دي بقى اقليم بحر متوسط. بحر ايه؟ بحر متوسط. يبقى انت عندك اقليم استوائي ادي اول اقليم، اقليم شبه استوائي ثاني اقليم، اقليم موسمي ثالث اقليم، اقليم صحراوي رابع اقليم، اقليم بحر متوسط خامس اقليم. مستار ايه الفرق بين ده وده وده وده؟ بص يابا، قال لك ان انت عندك الاقليم الاستوائي والشبه الاستوائي بيتشابهوا مع بعض. بيتشابهوا في ايه؟ قال لك الاثنين امطار طوال العام، يعني في الشتاء وفي الصيف الدنيا بتشتي تمام طول السنه. لكن عندك الموسمي ده امطار في موسم الصيف بس. مستار هو مش الامطار في موسم الشتاء؟ لا، انت اللي قال لك ان الامطار في الشتاء بس ده متخلف تمام. الامطار لا اما في الصيف او في الشتاء على حسب تمام. يبقى انت عندك الاقليم الموسمي اللي هو السوباط والنيل الازرق ونهر عطبره في الصيف بس. يعني هل بيشتي في الشتاء؟ لا، في الصيف بس. طيب عندك الصحراوي قال لك ده ما فيهوش امطار كتير، امطار قليله. اشمعنى؟ قال لك لانه مناخ صحراوي درجه حراره مرتفعه. طيب مستار انت دلوقتي قلت لي ان ده عشان درجه حراره مرتفعه فالامطار قليله. طب ما هي دي يا مستر عند خط الاستواء ودي درجه حراره فيها مرتفعه اكتر من دي، يبقى اذا المفروض يكون هنا مفيش امطار وهنا يكون في امطار. هقول لك سؤال ذكي ركز معايا بقى. هنا عشان درجه حراره مرتفعه جدا، فالدرجه الحراره المرتفعه دي بتخلي الميه تتبخر، فالميه لما تتبخر بتطلع تكون سحب، فالسحب بتنزل امطار. فهي عمليه دايره كده اللي هو ازاي؟ درجه حراره مرتفعه جدا فبتيجي تبخر الميه بتطلع تكون سحب تنزل امطار، درجه حراره تبخرها ثاني تطلع تكون سحب تنزل امطار، درجه حراره تبخرها ثالث، فاهم؟ فهي دايره كده. فعشان درجه الحراره مرتفعه جدا فبينزل امطار طوال العام بسبب التبخر تمام. لكن هنا مفيش درجه حراره مرتفعه قوي وبرده مفيش امطار كتير قوي تمام. طيب البحر المتوسط قال لك لا ده اقليم معتدل. ركز معايا بقى، ركز معايا. السؤال بيجي ازاي؟ انت عندك مثلا في الاقليم الاستوائي تمام، الاقليم الاستوائي عندك بحيره اسمها بحيره فيكتوريا، عندك بحيره البرت، عندك بحيره كيوجا تمام، عندك نهر كجيره. لما اجي اسالك بحيره فيكتوريا تبع انهي اقليم؟ الاستوائي ولا الموسمي؟ لا الاستوائي. طيب بحيره كيوجا تبع انهي اقليم؟ الاستوائي ولا الموسمي؟ قول معايا قول معايا. الاستوائي جدع. طيب عندك النيل الازرق تبع انهي اقليم؟ الموسمي ولا الاستوائي؟ النيل الازرق لا تبع الموسمي صح؟ طب تعالى بقى اسالك سؤال، مين اللي فيه امطار طوال العام؟ بحيره فيكتوريا ولا النيل الازرق؟ امطار طوال العام يبقى بحيره فيكتوريا لانها مناخ استوائي. لكن ده موسمي يا مستر في موسم الصيف بس. يبقى لما اجي اسالك مين الامطار في موسم الصيف بس تقول لي لا اما نهر عطبره لا اما النيل الازرق لا اما نهر السواط. طيب حلو جدا. طيب ماشي، انا دلوقتي اتكلمت عن الاقاليم المناخيه. طيب فكرني كده انا بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن نهر النيل. مستر مش نهر النيل ده اللي موجود في مصر؟ اقول لك ايوه. يعني هو بدايته على خط مصر الجنوبي كده؟ قال لك لا، ده نهر النيل ده بيجي من الجنوب جدا بيمر في 11 دوله. طب المناطق او الدول اللي بيجي منها الميه دي بسميها ايه؟ قال لك بسميها دول المنبع. دول ايه؟ المنبع. منبع. حلو، يبقى المناطق اللي بيجي منها الميه دي بسميها المنبع. طيب مستر بيصب فين؟ قال لي بيصب في البحر المتوسط، فالمنطقه دي بسميها المصب. ركز معايا بقى، الميه بتيجي من الجنوب للشمال ولا من الشمال للجنوب؟ لا يا مستر، الميه بتيجي من الجنوب تطلع للشمال. طيب انا دلوقتي لو قدامي منطقه واطيه ومنطقه عاليه، ماشي، منطقه واطيه ومنطقه عاليه، الميه هتطلع كده ولا هتنزل كده؟ لا هتنزل كده لان دي العاليه ودي ايه؟ دي الواطيه. يعني كده مثلا دي العاليه ودي الواطيه فالميه تتزحلق وتنزل كده. طيب بما ان الميه بتيجي من الجنوب للشمال يبقى هنا العاليه اكيد يا مستر دي العاليه. اشمعنى؟ لان الميه بتيجي كده تطلع للشمال. جدع جدع. يبقى المنطقه اللي فوق دي بسميها الحوض تمام، الحوض الادنى. والمنطقه ده اهي بسميها الحوض الاعلى تمام. المنطقه دي الحوض الادنى والمنطقه دي الحوض الاعلى. ركز معايا، اكتب عندك الحوض الادنى تبع انهي اقليم؟ تبع الاقليم البحر المتوسط اللي هو اخر اقليم فوق. الحوض الاعلى تبع انهي اقليم؟ تبع الاقليم الاستوائي يا صديقي.
اكتب الحاجات دي عندك بتيجي في الاسئله. طيب مستار انت قاعد تقول له حوض ومنبع وكل الكلام ده، هي الدول دي بتجيب له ميه يعني؟ قال لك اه، الدول دي بسميها منابع نهر النيل. قال لك بقى ان انت عندك 3 منابع لنهر النيل. 3؟ انا اول مره اسمع الكلام ده يا مستر، ما انا بقوله لك تعال. قال لك ايه؟ قال لك انت عندك منابع، تمام، بسميها منابع موسميه، تمام، وعندك منابع بسميها منابع دائمه. موسميه ودائمه؟ قال لك ايوه، ركز معايا بقى. بص الموسميه دي قال لك عندك منبع واحد بس، لكن الدائمه عندك 2. واحد قال لك الموسميه دي اللي هي هضبه الحبشه، تمام، هضبه ايه؟ الحبشه، دي الموسميه. والدائمه قال لك عندك 2، لا اما المنطقه الاستوائيه، تمام، لا اما اعالي النيل. مستار فاهمني مش فاهم؟ بص يابا، اول حاجه الموسميه يعني بتجيب لي ميه في موسم واحد بس، لكن الدائمه بتجيب لي ميه طوال السنه. طب ركز معايا، مين الموسميه اللي بتجيب لي ميه في موسم واحد؟ اللي هي هضبه الحبشه. اشمعنى؟ لانها بتنزل امطار في موسم الصيف بس يا صديقي، فبسميها موسميه اللي هي موسم الصيف. لكن دي ودي بسميها دائمه. اشمعنى؟ بتجيب له امطار طوال السنه، بتجيب له ميه طوال السنه يا معلم، فعشان كده بسميها دائمه. المنطقه دي اللي هي الاستوائيه، والمنطقه دي اللي هي بحر العرب، بحر الغزال، بحر الجبل، اعالي النيل يا صديقي، تمام. طيب المنطقه اللي بسميها اعالي النيل مناخ استوائي ولا شبه استوائي؟ لا شبه استوائي. يبقى بحيره فيكتوريا استوائي ولا شبه استوائي؟ استوائي. بحيره البرت استوائي ولا شبه استوائي؟ استوائي. بحر العرب شبه استوائي. جدع يا. طيب ركز معايا بقى، عايز اعرف بقى كل اقليم من دول بيجيب له ميه قد ايه بالظبط، تمام؟ كل اقليم بيجيب له ميه قد ايه؟ قال لك بص يا صديقي، نبدا اول حاجه بالاقاليم الاستوائيه او المنابع الاستوائيه، تمام؟ بنسميها منابع بقى لانها بتجيب له ميه فبنسميها منابع. المنابع الاستوائيه، طب مالها دي بقى؟ قال لك بص، اول حاجه كده البحيره الرئيسيه والطبيعيه لنهر النيل، قال لك بحيره فيكتوريا. فيكتوريا قال لك قال لك البحيره دي المنبع الطبيعي لنهر النيل، بتجيب لك امطار طوال العام. طيب مستار بيجي لها ميه منين؟ قال لك دي بيجي لها ميه من حاجتين، لا اما الامطار لا اما نهر كجيره. مستار هو فين نهر كجيره ده؟ هقول لك النهر ده هو النهر ايه؟ ده هو يعني بحيره فيكتوريا بيجي لها ميه من نهر كجيره؟ هقول لك طب اسالك سؤال بقى كده، بدايه نهر النيل من عند فيكتوريا ولا من كجيره؟ يلا جاوب معايا. لا من كجيره. اشمعنى؟ لان كجيره اللي بتجيب الميه لبحيره فيكتوريا، فاذا بدايه نهر النيل الاساسيه والحقيقيه هي نهر كجيره يا صديقي. طيب يعني دي بيجي لها ميه منين؟ من النهر كجيره ومن الامطار اللي بتنزل عليها طوال العام. طيب بيجي لها ميه قد ايه؟ قال لك دي بيجي لها 114 مليار كيلو متر مكعب. اوبا 114 مليار، ده احنا كده هنتغرق ميه. قال لك لا ما تفرحش قوي كده، ما الميه دي احنا مش بنتهنى بيها. قال لك امال؟ قال لك يا صديقي المنطقه دي حر جدا زي ما انا لسه قايل لك من شويه، وكمان البحيره دي واسعه جدا، فبسبب المنطقه الحر دي الميه دي بتتبخر. قال لك قال لك 82% من الميه اللي بتنزل البحيره دي بتتبخر. اللي هي كام؟ الميه دي اللي هي 114، 82% منهم بيتبخروا. يعني اكتر منطقه، سجل عندك، اكتر منطقه في حوض نهر النيل فيها تبخر هي مين؟ هي بحيره فيكتوريا. اكبر منطقه فيها نسبه فاقد من المياه هي بحيره فيكتوريا، بتفقد 82% من الميه بتاعتها، تمام؟ طيب الميه بعد كده صديقي بتمشي بتروح هنا عند كيوجا، تمام؟ بعد كده بتروح عند بحيره البرت. طيب مستار لما بتروح لالبرت اكيد بتزيد شويه صح؟ قال لك بتوصل هنا بتزيد نسبه بسيطه، بتكون 23 مليار كيلو متر مكعب. مستار الارقام دي انا ما بحبش احفظ ارقام، ما تحفظهاش. الارقام دي للفهم بس. للفهم ازاي يعني؟ لما اقول لك مثلا محافظه دمياط، تمام، فيها ميه بنسبه 5 كيلو متر مكعب، ومحافظه الاسكندريه 10 كيلو متر مكعب، كده مين الاكتر؟ الاسكندريه. بس يبقى انا من خلال الارقام فهمتك مين الاكتر، فانت ما بتحفظش، افهم بس، تمام؟ طيب الميه اللي جت لي هنا كام؟ 23 مليار. حلو، تطلع شويه كده، تطلع شويه عند منطقه هنا اسمها نيمولي. اسمها ايه؟ نيمولي. قال لك هتزيد وتبقى 26 مليار
يبقى زادت ولا لا؟ قال لك زادت. حلو. تطلع شويه هنا عند منطقه اسمها منجله. منجله ايه يا مستر الاسامي دي؟ مع الوقت ومع الحل هتحفظها. تمام. يبقى الاول يا صديقي كانت فين؟ كانت في فيكتوريا. تمام. راحت لفين؟ راحت لاربرت. كانت كام؟ 23. طلعت فوق عند منطقه نيمولي. زادت كام؟ زادت 3 مليار. تمام. تطلع عند منطقه اسمها منجله، تزيد كام؟ قال لك زادت 4 مليار كمان، فبقت 30 مليار. تمام. كام؟ 30 مليار. طيب بص يا صديقي، اول ما وصلت لمنجله دي كده انتهينا من المنابع الاستوائيه. انتهينا. قال لك لحد منجله كل دي منابع استوائيه. نطلع بقى هنا عند بحر الجبل، وده تبع منطقه اعالي النيل. تبع ايه؟ تبع اعالي النيل. يبقى انا جالي من المنابع الاستوائيه كام؟ 30 مليار كيلومتر مكعب. حلو جدا. كتر خيرها. قال لك لا ما تفرحش قوي. ليش معنى؟ تعالى اقول لك. تعالى. شايف يا صديقي الرحله دي؟ الميه تمشي في بحر الجبل هنا، هتمشي هتمر برحله اسوأ من حياتك. يعني اسود من حياتي واسود من حياتك. تخيل في حاجه اسود من حياتك. اقول لك الرحله دي. والله ما عندي حاجه اقولها غير ايامنا السوداء ومهببه في 60 نيل بس. ازاي انا بص يابا، قال لك انا كام؟ قال لك انا طلعت 30 مليار صح؟ قال لك بص في منطقه هنا تمام اسمها منطقه السدود النباتيه. دي مالها دي يا مستر بقى؟ قال لك بص، اول حاجه المنطقه دي فيها نباتات. نباتات ازاي؟ قال لك مثلا لو ده مجرى النهر تمام، قال لك فيها نباتات، فينا نباتات، فينا نباتات، فينا نباتات. طيب بص يا صديقي، الميه كده هتمشي اسرع ولا ابطا؟ لا مستر في نباتات فالميه تمشي صح، فهتمشي بطيء. طيب هي لما تمشي بطيء مش الشمس هتبخرها؟ هتلقطها بسرعه فهتتبخر صح؟ الميه هنا بتقل ليه؟ بسبب السدود النباتيه. اول حاجه. طيب ايه تاني؟ قال لك ضفاف بحر الجبل، الضفاف بتاعت النهر واطيه، فالميه بتيجي على ضفاف النهر فبتكون حاجه اسمها مستنقعات. مستنقعات يعني ايه مستنقع يا مستر؟ يعني منطقه مبلوله. تمام. ارض مبلوله انت ولا عارف تستفاد منها ولا عارف تعمل اي منها حاجه. تمام. المستنقعات دي يا صديقي بتتبخر برضه بتفقد ميه. ايه تاني؟ هقول لك شايف بحر الجبل ده اهو ماله؟ قال لك الانحدار بتاعه قليل. يعني ايه انحدار يا مستر؟ يعني ميلان الارض يعتبر مستويه. تمام. هي كل ما تكون منحدره كل ما الميه تمشي اسرع. قال لك لا هي يعتبر الانحدار قليل، فالارض الارض مستويه كده. تمام. فالميه بتمشي بطيء، وطالما الميه بتمشي بطيء الشمس هتبخرها. طب مستر بعد كل السواد ده وصلت كام يعني؟ قال لك الميه فقدت 50% منها، فوصل لنا هنا بالظبط كده عند بحيره نو. بحيره اسمها ايه؟ بحيره نو. تمام. بحيره نو. قال لك وصل 15 مليار يا صديقي. يعني الميه هنا فقدت 50% منها. مستار كانوا 30 بقوا 15. هقول لك ايوه. والمنطقه دي بسميها منطقه اعالي النيل، فبيجي لي من اعالي النيل والمنابع الاستوائيه 15 مليار بس يا صديقي. مستار اتلخبطت. راجع معايا. اول حاجه الميه بتنزل فين؟ فيكتوريا. كام؟ 114 مليار. بيجوا لنا كلهم ولا بيتبخرهم؟ قول ورايا. لا بيتبخرهم. بيتبخر كام؟ 82% من نسبه الميه، فبتروح لفين؟ بتروح لالبرت. كام؟ 23. تطلع فين؟ لنيمولي. كام؟ 26. بتزيد. حلو. تطلع فوق لمنطقه اسمها منجله. كام؟ تبقى 30. بتمشي في رحله اسود من حياتك ومن حياتي يا صديقي. بتفقد كام؟ بتفقد 15 مليار كيلومتر مكعب، يعني بتفقد 50% منها. مستار فكرني بتفقدهم ليه؟ قال لك زي 3 حاجات. اول حاجه السدود النباتيه. تاني حاجه ايه هي؟ قال لك يا مستر هناك الضفاف واطيه فبتكون مستنقعات. تالت حاجه الانحدار قليل فالميه بتتبخر. تمام. ركز معايا بقى. السدود النباتيه دي لو في مركب عايزه تمشي هتعرف تمشي؟ مستار في نباتات فالمركب مش هتعرف تمشي. حته المركب تمشي دي بسميها ملاحه بحريه او ملاحه نهريه. تمام. ان المركب تمشي بسميها ملاحه. فالسدود النباتيه هتعوق حركه الملاحه صديقي. هتعوق ايه؟ هتعوق حركه الملاحه. طب مستر السدود دي موجوده فين؟ قال لك موجوده في المنطقه دي جنب بحيره نو. يبقى لما يقول لك البحيره اللي ما فيهاش ملاحه بحريه بحيره نو يا صديقي. اشمعنى؟ لان فيها سدود نباتيه. اكتب عندك والله بتيجي في الاسئله. اكتب عندك. تمام. طيب ركز معايا. مفيش حل؟ قال لك لا في حل. مصر اقترحت انها تعمل مشروع ايه؟ قال لك هتعمل قناه هنا توصل المنطقه دي بالمنطقه دي عشان نتفادى
السدود النباتيه. فالميه بدل ما تيجي هنا وتفقد 50% منها، لا تيجي من هنا وتعدي هنا وتطلع على طول كده. طب مستر حلو جدا. قال لك ما هو حلو. المشروع ده هنسميه مشروع قناه جونجلي، قناه جونجلي او جونجلي يا صديقي، ولا زي ما تقولها. تمام. طيب المشروع ده يا صديقي مصر تمت منه 70% ولكن فشل. اشمعنى؟ واحنا بنعمل المشروع تمام لقينا حصل حرب اهليه في دوله جنوب السودان. حرب اهليه. قال لك الاهل بداوا يحاربوا بعض، فاللي هو ايه، لا سلام عليكم انا بقى انا ماشي انا. تمام. ومصر ما كملتش المشروع. طيب يبقى انا دلوقتي عشان ازود الميه تمام او اقلل نسبه الفائض في منطقه اعلى النيل هعمل ايه؟ هعمل قناه جونجلي يا صديقي. طيب ركز معايا بقى. انا قلت الميه هنا وصلت لي كام؟ وصلت لي 15 مليار. طيب نبدا بقى نخش لمنطقه المنابع الموسميه. شايف بقى اللي هو ايه؟ انا عندي هنا نهر وعندي هنا نهر وعندي هنا نهر. الميه طول ما هي ماشيه قاعده بتلم ميه، اللي هو ماشيه سوبر ماركت كده، ماشيه ثبت في ايديها، هات شويه ميه شويه ميه تمام، ماشيه قاعده بتلم ميه. طيب المنطقه دي اللي هي ماشيه فيها اسمه ايه؟ قال لك ده اسمه النيل الابيض. اسمه ايه؟ اسمه النيل الابيض. طيب عندك هنا بقى منابع موسميه بتيجي في موسم الصيف ولا شتاء؟ لا في موسم الصيف. طيب عندك 3 انهار، نهر السباط، النيل الازرق، نهر عطبره. حلو لحد كده. طيب قال لك بقى ان بنطلع هنا عند نهر السباط ده تمام. نهر السباط فيه نهر بيديله ميه اسمه ايه؟ قال لك اسمه نهر البارو. تمام. نهر البارو ده بينبع او بيدي لنهر السباط ميه. طيب ركز معايا. طيب حلو جدا. يبقى نهر السباط بيجيب ميه منين؟ من نهر البارو. تمام. يبقى ده الرافد بتاع نهر السباط. يطلع نهر السباط عند المنطقه دي كده تمام اللي اسمها ملكان. بيطلع عند المنطقه دي اللي هو بيعمل ايه؟ بياخد الميه اللي بتجيله منين؟ من الجنوب اللي هي كام؟ ال 15 مليار. صح؟ يبقى بيجيب ميه من نهر البارو وبيجيب ميه منين؟ من الجنوب. ركز معايا. نهر البارو تبع انهي منطقه؟ هل الموسميه ولا الاستوائيه؟ البارو تبع المنطقه الموسميه، يبقى بسميه منبع موسمي. طيب حلو جدا. يبقى نهر السباط ليه رافد موسمي اللي هو نهر البارو. تاني حاجه بيجي له ميه من الجنوب كام؟ 15. الميه دي منبع موسمي ولا منبع دائم؟ لا مستر جاي من الجنوب تبقى منبع دائم. يبقى نهر السباط بيجي له ميه موسميه وميه دائمه. هقول لك يعني نهر السباط ليه منبعين، منبع دائم ومنبع موسمي يا صديقي. ركز معايا. طيب عند نهر السباط ده بيروح هنا يتجمع يبقى كام؟ قال لك هنجمع النهر ده بيجيب لك 13.5 مليار. السباط هقول لك السباط بيجيب لك 13.5 مليار. فلو جينا نجمع السباط على الميه اللي بتيجي من الجنوب بالظبط هيكونوا 28 مليار يا صديقي. 28 مليار. طيب الميه تطلع لحد هنا. قال لك بقى هتلتقي بالنيل الازرق. وما اجمل من النيل الازرق يا صديقي. النيل الازرق بيجيب لك ميه بنسبه 52 مليار. ايوه مستر دول هنفقدهم هتبخرهم؟ هقول لك لا بيجوا لمصر. قال لك كل ده بيجي لمصر؟ هقول لك ايوه. فعشان كده مصر اسمها هبه النيل الازرق، وده بنسميه شريان مصر. اشمعنى؟ بيجيب لك 52 مليار يا صديقي. فالميه تطلع هنا تجمع الكام؟ ال 52 على 28. اجمعها انت بقى. انا كنت ادبي تمام فاجمعها انت بقى. طيب حلو جدا. تطلع فوق هنا شويه كمان، تطلع فوق هتلاقي نهر اسمه نهر عطبره. ده بيجيب لك 12.5 مليار. 12.5 مليار. هقول لك قال لك بقى بص نهر عطبره ده جنبه منطقه هنا تمام بسميها خور القاش. ده عباره عن مصر دي، ده عباره عن اوديه جافه لما بينزل امطار بتتملى. فمصر اقترحت مشروع انها توصل المنطقه دي بنهر عطبره تمام عشان تزود الميه اللي بتيجي فين؟ نهر النيل. ركز معايا. يبقى انت عندك منطقه اسمها ايه؟ خور القاش. المنطقه دي ما هيش متوصله بنهر عطبره، فاحنا اقترحنا ان احنا نوصل خور القاش بنهر عطبره. اشمعنى؟ عشان نزود كميه الميه اللي بتجيلنا. طب اشمعنى ما وصلناهوش بالنيل الازرق؟ ولا مين اللي اقرب؟ عطبره ولا النيل الازرق؟ لا عطبره. فعشان كده نوصله بعطبره. تمام. طيب بنطلع ناخد الميه اللي بتيجي هنا ونطلع نوصل بالسلامه لحد جنوب مصر يا صديقي. والله رحله طويله والله. طيب مستر كل ده بقى جاب لمصر كام؟ قال لك كل ده جاب لمصر 89 مليار يا صديقي. 89 مليار حلو جدا، نسبه كبيره. هقول لك ايوه فعلا كبيره. حلو. طيب توصل بقى هنا عندك بحيره اسمها بحيره ناصر.
قال لك البحيره دي بحيره صناعيه. صناعيه يعني البشر هم اللي عاملينها بحيره صناعيه. فيها ميه عذبه ولا مالحه؟ ميه عذبه. اشمعنى؟ لانها جايه من نهر النيل. طيب البحيره دي قال لك واسعه جدا يا مستر، وليه تقع ضمن المناخ الصحراوي. طب مناخ صحراوي في امطار ولا لا؟ لا مفيش امطار. يعني هل بحيره ناصر في حاجه تزود لها ميه؟ لا، انا ولا شايف لها رافد ولا شايف امطار بتنزل، فاذا ما بتزيدش الميه بتيجي لحد هنا ما بتزيدش. تمام. قال لك ايوه. تيجي بقى في بحيره ناصر، قال لك المنطقه دي الانحدار بتاعها قليل، الانحدار قليل. تمام. تاني حاجه يا صديقي، المنطقه دي درجه الحراره مرتفعه، فبرضه في ميه بتتبخر. يعني يا صديقي الميه اللي هتوصل لبحيره ناصر 89 هتطلع من البحيره كام؟ 5 ل 84. هتفقد 5 مليار يا صديقي في بحيره ناصر. اشمعنى؟ لان البحيره واسعه وبسبب ارتفاع درجه الحراره، يعني هيوصل لمصر في الاخر 84 مليار يا صديقي. طيب هل كده خلصنا الدرس؟ لا ما خلصناش. اشمعنى؟ هنطلع بقى شويه استنتاجات وشويه نماذج تعلم كده، ركز معايا فيهم. طيب اول حاجه نراجع على الاول. انا عندي منابع استوائيه، وعندي منابع تمام شبه استوائيه، تمام، وعندي منابع موسميه، تمام، وعندي هنا منطقه اسمها مناخ صحراوي، وده منطقه اسمها ايه؟ بحر متوسط. تمام. طيب المنابع اللي ايه؟ الاستوائيه، بحيره فيكتوريا، بحيره البرت، نهر كاجيرا، وكل الكلام ده. طيب حلو جدا. عندي بعد كده منابع اعالي النيل، معلش على الشخبطه بس يعني ايه كده، يعني مشيها معايا. تمام. بحر العرب، بحر الغزال، بحر الجبل. ركز معايا. اول حاجه المنابع الموسميه دي، انا شايف ان نهر عطبره او نهر الصباط طالع للشمال كده، النيل الازرق طالع للشمال الغربي، نهر عطبره طالع للشمال الغربي. انا ملاحظ يا مستر ان كل المنطقه دي اللي هي الموسميه تنحدر ناحيه الشمال الغربي يا صديقي. يبقى نهر عطبره والنيل الازرق والصباط تنحدروا من ناحيه فين؟ الشمال الغربي. حلو مستر. انا ملاحظ ان معظم الميه موجوده في الشمال، صح؟ يعني معظم الانهار الغزال طالع للشمال، بحر الجبل طالع للشمال. بس يا مستر في عيل عاق، صح؟ عيل عاق جاي من الغرب للشرق كده اسمه بحر الجبل. يبقى البحر اللي بيخالف انحدار نهر النيل بحر الجبل. اشمعنى؟ قال لك ده جاي من الغرب للشرق، لكن الباقي كله طالع ناحيه الشمال، لكن ده جاي ناحيه الشرق. يبقى البحر اللي بيخالف انحدار نهر النيل بحر العرب. اكتب عندك، والله افكار حلوه، اكتب عندك. تمام. طيب قلت عندك بحيره نو، دي بحيره المنابع الايه اللي فيها سدود نباتيه. طيب حلو جدا. عندك بحر الجبل تبع المنابع الايه تبع المنابع شبه الاستوائيه. فلما اجي اقول لك منطقه السدود النباتيه تنتمي لانهي مناخ؟ هل الاستوائي ولا شبه استوائي ولا موسمي؟ السدود النباتيه تبع بحر الجبل، فاذا مناخ شبه استوائي يا صديقي. تمام. طيب عندك بعد كده هنتكلم عن اخر حاجه. تمام. هنتكلم عن المشاريع اللي مصر عملتها. مشاريع هو ايه مصر الكلام ده؟ ولا مش انا قايل لك وانت ملاحظ ان انا حاسس ان كل شويه عمالين نفقد ميه؟ يعني هنا كان في ميه كتير جدا، الميه دي بنفقدها، صح؟ هنا في ميه كتير، فالميه دي بنفقدها. فمصر قالت لك ان عايز تعمل شويه مشاريع عشان تزود الميه اللي بتجيلها. تزود ايه؟ تزود الميه اللي بتجيلها. ازاي انا مصر؟ قال لك بص، هنعمل حاجه اسمها تحقيق الامن المائي. الايه؟ تحقيق الامن المائي. يعني كل المشاريع اللي هنعملها هدف واحد، ايه هو؟ تحقيق الامن المائي يا صديقي. ركز معايا، تحقيق الامن المائي. عايزين نزود كميه الميه اللي بتجيلنا. فمثلا هنيجي هنا هنعمل سد اسمه سد اوين. سد ايه؟ سد اوين. كل اللي مطلوب منك انك تعرف ان سد اوين ده عند بحيره فيكتوريا، فاذا مناخ استوائي ولا شبه استوائي؟ سد اوين يبقى مناخ استوائي. حلو جدا. طيب شايف بحيره كيوشا دي؟ قال لك ان بحيره كيوشا دي عندها هناك في منطقه اسمها سدود نباتيه. سدود نباتيه اشمعنى؟ قال لك ضفاف البحيره واطيه زي بحر الجبل. قال لك الضفاف واطيه فالميه بتيجي حواليها وبتكون مستنقعات. فهنعمل هنا سد اسمه سد كيوشا. سد كيوشا قال لك عشان ايه؟ عشان نقلل المستنقعات اللي هنا. يبقى يا مصر هتعمل هنا قناه جونجلي عشان تقلل المستنقعات، وهتعمل هنا ايه؟ سد كيوشا عشان يقلل المستنقعات. يبقى الاثنين عشان ايه؟ الهدف من الانشاء واحد، اللي هو تقليل او تجفيف المستنقعات يا صديقي. طيب نطلع هنا، قلت عند بحر الجبل هنعمل قناه اسمها قناه جونجلي. طيب عندك هنا بقى قال لك هنعمل ايه؟ عندك نهر النيل، قال لك عليه مشروعين. تمام. ركز معايا. قال لك فينا قناه سد اسمه سد روسيروس. اللي ايه؟ نكتبها، انا بوظت السبوره. سد سيروس. تمام. حلو. موجود في المنطقه دي كده. وعندك في المنطقه دي مصر عملت سد اسمه سد سونار. سد ايه؟ سونار. ركز معايا. النيل الازرق
اهم منبع لنهر النيل، صح؟ اهم منبع بيجيب لي يا مستر 56% من الميه اللي بتيجي لمصر. اقول لك على حاجه كمان، النيل الازرق مش بس بيجيب لك ميه، ايه؟ مش بس بيجيب لك ميه، امال قال لك كمان بيجيب الطمي اللي بيساعدك في حرفه الزراعه. طمي، ما التربه عشان تكون خصبه لازم تحط لها طمي، فالطمي اللي انت بتزرع منه ده بيجي لك مع مين؟ بيجي لك مع النيل الازرق. مستار، يعني النيل الازرق بياكلنا؟ لانه سبب في الزراعه. وبيشربنا؟ اقول لك ايوه، يا هو اللي ماكلنا، هو اللي مشربنا. مين؟ النيل الازرق. طب صلى على النبي، لما اجي اقول لك ان مثلا دوله اثيوبيا عملت سد هنا يمنع الميه دي، يبقى المشروع اللي قام هنا خطر علينا ولا لا؟ لا، خطر على مصر، صح؟ يبقى اخطر المشروعات اللي بتقوم على انهي سد او على انهي نهر؟ اخطر المشروعات اللي على النيل الازرق يا صديقي، لانه اهم رافد بيجي لمصر. تمام؟ طيب ركز معايا بقى، ركز معايا. تمام؟ لو زهقت وقف الفيديو وتعال كمل معايا. تمام؟ طيب عندي هنا على نهر عطبره، عندي هنا حاجه اسمها خور القاش. ممكن نعمل هنا يا مستر قناه بنسميها قناه خشم الكوربه عشان نوصل خور القاش بنهر عطبره. طيب شايف النيل الابيض ده؟ هنسيبه زعلان؟ ما نعمل عليه مشروع هو كمان. فعملنا هنا مشروع بنسميه مشروع جبل الاولياء. مشروع فين؟ على النيل الابيض. تمام؟ مستر انا ملاحظ ان هنا مشروع واحد وهنا مشروع واحد، تمام، وهنا مشروع واحد. النيل الازرق عليه مشروعين، يبقى المنطقه اللي فيها مشروعين النيل الازرق. اكتبها عندك. تمام؟ اكتبها عندك. طيب حلو جدا. طلعنا هنا نوصل مصر بقى، هنعمل شويه مشاريع في مصر. قال لك يا معلم الميه اللي بتجي لنا من الجنوب بتجري تجري 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 وتصب في البحر المتوسط. طب هي لما تصب انا استفاد منها؟ قال لك لا، مش بستفاد منها. فعايز اعمل حاجه اسمها السد العالي عشان يخزن لي الميه لتقليل الفاقد من المياه في البحر المتوسط. بتيجي في كل الاختبارات، لو بتحل معايا هتعرف. تمام؟ طيب يبقى انا هعمل هنا حاجه اسمها ايه؟ السد العالي. اشمعنى؟ قال لك عشان يحجز الميه، بدل ما هي بتروح وتترمى في البحر المتوسط، لا احنا نحجزها ونخزنها. تمام؟ يبقى تقليل الفاقد من المياه يا صديقي. تمام؟ طيب عندك حاجه اسمها دوائر عرض راسيه. والله كميه افكار جامده. حاجه اسمها دوائر عرض راسيه، عندك درس الاستواء وعندك مدار السرطان وعندك مدار الجدي. قال لك ان مدار السرطان ده موجود جنوب مصر كده بالظبط. جنوب مصر؟ قال لك قال لك موجود عند السد العالي. يبقى اقرب المشروعات لمدار السرطان هو السد العالي يا صديقي. وبكده نكون خلصنا الدرس كله. تعال نعمل مراجعه سريعه عشان بس لو اتلخبطت وكده نعمل مراجعه على الدرس كامل. صلى على النبي. اول حاجه، تمام، اول حاجه ركز معايا، انا عندي 5 اقاليم مناخيه للنيل، نهر النيل. ايه هما؟ اول اقليم الاقليم الاستوائي، قال لك ده المنطقه اللي موجوده تحت هنا دي. ثاني اقليم الاقليم الشبه الاستوائي. ثالث اقليم الاقليم الموسمي. رابع اقليم الاقليم الصحراوي. خامس اقليم البحر المتوسط. طيب قال لك ان انت عندك 3 منابع لنهر النيل. المنابع الموسميه اللي هي موجوده عند هضبه الحبشه، 3 انهار، النيل الازرق، نهر عطبره، نهر السوات. تمام؟ وعندك منابع دائمه اللي هي المنطقه الاستوائيه ومنطقه عالي النيل. طيب عندك المنابع الدائمه، اول حاجه الاستوائيه. تمام؟ قال لك بيجي لنا ميه منين؟ من بحيره فيكتوريا، وبتفقد 82% من النسبه بتاعتها، فبسميها اعلى منطقه فيها فاقد من المياه. اعلى منطقه بتفقد المياه اللي هي بحيره فيكتوريا يا صديقي. تمام؟ طيب اشمعنى؟ بسبب نسبه التبخر او بسبب عامل التبخر او بسبب اتساعها. تمام؟ كل دي افكار. طيب تطلع بعد كده قال لك ان مصر عملت شويه مشروعات عشان تزود مائيه نهر النيل وتحقق حاجه اسمها الامن المائي. وبكده يا معلم نكون خلصنا الدرس كامل. لو انت استفدت ما تنساش لايك جميل، كومنت حلوه كده، اشتراك في القناه وما اشتركتش، وفعل زر الجرس. حاجات اليوتيوب دي فاهم اللي هو عشان نتشهر يعني وكده، فاهم؟ لسه في الاول يعني، عشان نتشهر. وما تنساش تبعت الفيديو لاصحابك، ما تذاكرش لوحدك، ما تبقاش اناني، فاهم؟ ابعت الفيديو لاصحابك وسلام.